هنتكلم في الفيديو ده عن أفضل 25 فيلم أنيميشن من إنتاج شركة ديزني اللي ما كانتش مجرد أفلام أنيميشن، أفلام اتربينا عليها وخلت قلبنا يدق مع كل مشهد وأغنية على مدار أكتر من 100 سنة. بس قبل ما نبدأ، لو بتحب النوع ده من المحتوى ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا علشان يوصلك كل جديد، ولايك وقول لنا إيه من الأفلام دي كان الأفضل بالنسبة لك. ويلا بينا نعرض سوا أفضل أفلام شركة ديزني. أكتر 25 فيلم أنيميشن من إنتاج ديزني. فيلم سندريلا مش مجرد حكاية أميرة، ده الفيلم اللي أنقذ ديزني من الإفلاس بميزانية قليلة وفي وقت صعب. بعد الحرب العالمية التانية رسامين ديزني عملوا معجزة، والنجاح الضخم فتح للشركة باب عصر جديد من السحر والإبداع. فيلم بونوكيو الحكاية اللي علمتنا إن الكذب ملوش رجلين. سنة 1940 ديزني قدمت تحفة مليانة خيال ومغامرات عن دمية بتحلم تبقى ولد حقيقي. الأجمل إن الفيلم كان أول أنيميشن ياخد أوسكارين في نفس السنة، وأغنيته الشهيرة بقت لحن في افتتاح ديزني اللي بنسمعه قبل أي فيلم لحد النهاردة. الأسد الملك، الملحمة اللي علمت العالم كله يقول هاكونا ماتاتا من غير ما يعرف معناها. رحلة سيمبا عن الشجاعة والمسؤولية كسرت شباك التذاكر وبقت أيقونة للأبد. مشهد البداية مع سر الحياة كان أول حاجة اتصورت. ديزني كانت عارفة إنك لو اتخطفت من أول دقيقة مش هتسيب الفيلم للنهاية. أما مشهد قطيع الجاموس فقعدوا سنتين كاملة يصمموا ببرنامج الكمبيوتر مخصوص عشان كل جاموسة تتحرك بشكل مختلف. والسر إن كمان زئير سيمبا مش صوت أسد بس، ده خليط ما بين أسد ونمر ومؤثرات خاصة علشان يطلع أسطوري زي الفيلم نفسه. أليس في بلد العجائب، رحلة مجنونة فتحت باب الخيال على آخره. ألوان غريبة، شخصيات مدهشة، وحوارات تخليك تضحك وتحتار في نفس الوقت. السر حفلة الشاي المجنونة اللي كلامها ملخبط ومش مترتب ما كانش فوضوي. ديزني خططتها بعناية عشان تحس بالحيرة اللي عايشاها أليس. وكمان مشهد القط لما بيختفي تدريجيا وبيخلي ابتسامته آخر حاجة تفضل. ديزني اخترعت تكنيك جديد خلى اللحظة دي أيقونية ولسه بتتقلد لحد النهاردة. علاء الدين، الفيلم اللي خلى العالم كله يتمنى يكون عنده مصباح سحري. مغامرة مليانة ألوان ورومانسية وضحك من غير توقع مع الجني الأسطوري علاء الدين والأميرة ياسمين والجني. ديزني خطفت بيهم قلوب الملايين. السر شخصية الجني اتبنت بكامل حوالين أسلوب روبن ويليامز. ديزني سجلت جلسات ارتجال من غير نص، والرسامين صمموا تحريك على طريقته، والنتيجة واحد من أذكى وأسرع الكوميديا في تاريخ الأنيميشن. أما النمر بتاع ياسمين اللي هجم على جعفر اتصمم من تسجيل فيديو لنمر حقيقي في حديقة الحيوان. ديزني حولت الحركة الأنيميشن فطلع واقعي بشكل مدهش. حورية البحر، إريال، الأميرة اللي كسرت القوانين وطلعت من أعماق البحر علشان تدور على حلمها في عالم البشر. الفيلم ما كانش مجرد نجاح، ده كان الشرارة اللي بدأت العصر الذهبي الجديد لشركة ديزني ورجعتها لقمة الإبداع بعد سنين من التراجع. السر إن مشهد تحطيم المركب ما كانش رسم يدوي بس، ديزني أول مرة دمجت التحريك الرقمي مع الرسم الكلاسيكي عشان المشهد يطلع واقعي ومبهر كأنه سينما. حتى شعر إريال ليه قصة. الرسامين اتفرجوا على فيديوهات لرواد فضاء في انعدام الجاذبية علشان يعرفوا يحركوا شعرها وهي بتطفو من تحت المية بشكل طبيعي. فيلم السيدة والمتشرد، القصة الرومانسية اللي خلت طبق المكرونة سباجيتي يبقى أيقونة في تاريخ السينما. ليدي كلبة المدللة وترامب كلب الشوارع، قصة حب بتكسر كل الحواجز والطبقات. المشهد الأشهر قبلة المكرونة، والت ديزني نفسه كان شايف المشهد مش هيبقى جذاب لكن الرسامين أصروا ينفذوه، والنتيجة واحدة من أكتر اللحظات الرومانسية وأيقونية في تاريخ ديزني. السر الحقيقي شخصية ليدي اتولدت من كلبة حقيقية. الفنان اللي رسمها استوحى الفكرة من كلبته الخاصة وبدأ يرسمها كمشروع شخصي. لما والت ديزني شاف الرسومات اتحمس جدا وقرر يحولها لفيلم كامل. الجميلة والوحش، الفيلم اللي غير قواعد اللعبة وأثبت إن أفلام الأنيميشن مش بس للأطفال لكن تقدر تنافس بيها أعظم أفلام الدراما وكمان الأفلام الرومانسية. القصة إن بيل الفتاة الذكية اللي وقعت في حب وحش بيخفي سر كبير. كان أول فيلم أنيميشن في
التاريخ يترشح للأوسكار كأفضل فيلم على الإطلاق. سر من الكواليس مشهد الرقص في قاعة القصر كان ثورة تقنية. لأول مرة استخدمت ديزني نظام الكمبيوتر متطور علشان الكاميرا تلف حوالين بيل والوحش، وخلى المشهد يحسسك إنه فيلم سينمائي حقيقي مش مجرد كرتون. تصميم الوحش نفسه كان عبقري. رسام ديزني دمج صفات حيوانات مختلفة، عرف أسد وقرون جاموس وجسم دب ورجلين ذئب، لكن الأهم احتفظ بعيون إنسان، إشارة دقيقة لطيبة قلبه وسط المظهر المخيف. رالف المدمر، الفيلم اللي خلى كل واحد فينا يسأل يا ترى شخصيات الألعاب بيعملوا إيه بعد ما بنقفل الجهاز. ديزني هنا خدتنا في مغامرة مجنونة جوه عالم الأركيد، من سباقات الحلويات لمعارك الأبطال. الفيلم اللي كسر كل التوقعات وفتح نوع جديد تماما في عالم الأنيميشن بدمجه بين الحنين للألعاب زمان والخيال الجديد. سر من الكواليس مصمم شوجر راش في مشهد سباق العربيات في لعبة ديزني ما اكتفوش يرسموا الحلبة عادي، لا جابوا حلويات حقيقية وصوروها من كل الزوايا وبعدين حولوها بخدع أنيميشن لمسار سباق كامل، بتديك إحساس واقعي يخليك عايز تاكل الحلبة بدل ما تسابق عليها. الأميرة النائمة، تحفة فنية مختلفة عن كل اللي قبلها. ديزني هنا اعتمدت على أسلوب مستوحى من لوحات أوروبا في العصور الوسطى، بخطوط حادة وألوان مسطحة كأنها خارجة من مخطوط قديم. والسر الكبير كان في شخصية ماليفيسنت. مارك ديفيس عبقري الرسوم في ديزني ما اكتفاش يعملها ساحرة شريرة، لكن صمم لها حضور ملكي مهيب، لبس اسود وارجواني وقرون مستوحاة من التنين وملوك العصور الوسطى. النتيجة واحدة من اروع واخطر الشريرات اللي عدوا في تاريخ ديزني. 101 كلب منقط، الفيلم اللي خلى كل بيت يتمنى يكون عنده كلب منقط. ديزني قدمت مغامرات مليانة مطاردات، ضحك وحب للحيوانات، ومعاها واحد من اشهر الشريرات في التاريخ وهي كرويلا. والسر شخصية كرويلا اتبنت على اسلوب وصوت الممثلة الشهيرة تلولا بينكيت المعروفة بجنونها وخفة دمها، عشان كده طلعت كرويلا مزيج عبقري من الشر والكوميديا، ايقونة لحد النهاردة. فيلم طرزان، ديزني هنا اخدت قصة كلاسيكية وحولتها لتحفة بصرية وصوتية. الفيلم مشهور بمشاهد طرزان وهو بيتزحلق على الاشجار بسرعة جنونية وكأنها رياضة جديدة اخترعوها ليه مخصوص. الفيلم ده يعتبر اخر افلام عصر النهضة الذهبي بتاع ديزني، واللي ختموا بيها سلسلة نجاحات زي علاء الدين والاسد الملك. فيلم رابونزل، اول فيلم 3D ضخم من شركة ديزني بعد عصر الكلاسيكيات، رجعوا جو الاميرات بس بلمسة عصرية مليانة كوميديا، وحصد نجاح ضخم فتح الباب لعصر جديد من اميرات ديزني. السر القصة الاصلية لرابونزل عند الاخوين جريم كانت مظلمة جدا. الامير بيتعاقب بالعمى ورابونزل بتتنفى للصحراء تفضل وحيدة، لكن ديزني قلبت الحكاية تماما، حولتها لمغامرة رومانسية خفيفة الدم ونهاية كلها امل.